السلام عليكم. ده الجزء الخامس من فيديوهات متحف الأكروبوليس أو متحف الأكروبول. أنا في الجزء الآثار أو الحفريات الإكسبيشن. كنت سامعهم بيقولوا إكسبيشن يعني معرض، لا، اللي أنا قلت في الفيديوهات اللي قبل كده إن هروح المعرض، لا، أنا رايح الإكسبيشن اللي هي الحفريات بنفس التذكرة. هي لازم بتدخل على بره المتحف، تحوت شمال تنزل لتحت وبنفس التذكرة تدخل تتفرج على الجزء بتاع الحفريات. نتفرج على الحفريات نشوف فيها ايه بالظبط، معرفش هي قد ايه. ده المدخل بتاعها، هعمل سكان لنفس التذكرة اتفرج على الحفريات اللي هم بيعملوها. كويس، التذكرة اشتغلت رغم انها كانت اتنت في جيبي يعني، فالحمد لله انها شغالة. ده هنا كاتبين فيه الحمام الغربي، دي اعتقد حمامات، الحمامات الرومانية والحمامات اليونانية بالمعنى الأحرى أو الأحار. يعني جزء فيه حفريات أو لسه يعني معرفش فيها حاجات اكتشافات أو حاجات يكتشفوها متحافظ عليها، متحوطة متصورة. شوف بعد كده ايه. ده المبنى ايه، بيلدينج ايه، مبنى ايه. بيتكلموا عن القرن السادس قبل الميلاد. وده الأجزاء العمومية أو العامة. دي لعامة الشعب. أنا هشوف في إيه تاني أو قد إيه، ومعرفش في حد هنا الواحد ممكن يسأله ولا لأ، لكن هنتفرج عليها نشوف الحفريات. واعتقد ان دي جنب المتحف بتاع الاكروبوليس او الاكروبول، فاكيد المنطقه هنا كلها كانت منطقه اثريه. وهي تستاهل انها تتشاف. في جزء تاني هنا، المبنى اتش، والمبنى انا مش عارف ده حرف ايه ده. او بيت اتش وبيت تاني في حرف، انا اعتقد ان هي كده مفيش دخول بعد كده، مقفولة. يبقى هو ده جزء الحفريات كله، مفيش حتى مرشدين هنا. مش عارف ليه قافلين الجزء ده رغم ان هناك اهو في زي جايد او في حاجة. هل بيعملوا شغل دلوقتي هنا؟ هل لسه شغالين في الحفريات دي او في الاثار دي؟ بس ده جزء من المتحف مستغل للزيارة، رغم ان زي ما بقول انا مش عارف بالظبط بيعملوا لسه في حاجة ولا لا. في سلم تاني هناك بينزل، معرفش السلم ده منين، وشكلهم في حاجات جوه يعني، لسه مساحة كبيرة جوه، في حاجات جوه هنا اهي في الاخر ناحية الاضاءة، الضوء اللي طالع من الاخر هنا. طبعا مش عارف ايه اللي مكتوب هنا، لكن ده كده ابقى انا غطيت كل المتحف بادواره الارضي والاول والتاني والتالت والحفريات كمان. ارجو ان يكون الفيديوهات دي، الفيديو ده والفيديوهات اللي فاتت يكونوا عجبتكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايكات وتعملوا تعليقات، تعملوا شيرهات، حلوة الشيرهات دي و تفعلوا جرس التنبيهات. ده دايما بيقولوه الناس اللي عندهم قنوات، وده اللي اتقال لي يقولوا واعملوا عشان الناس المفروض يعملوه، عشان انت مش بتكتب الكلام ده في الفيديو. انا فعلا بسجل الفيديوهات وبحطها زي ما هي، ما بعملهاش اديتنج، مش هو كسر ولا حاجه، لكن انا احس انها طبيعيه اكتر كده، وعشان يبقى عندي وقت اعمل عدد اكتر من الفيديوهات. ما تنسوش تتفرجوا وتشتركوا في الفيديوهات على قناتي على اليوتيوب لو بتشوفوها دلوقتي على اليوتيوب، وكمان انا حاططها على تيك توك محسن جلال الدين، كلمه واحده، اسمي بالانجليزي طبعا محسن جلال الدين. والى فيديوهات تانية ان شاء الله في اتينا وفي بلاد تانية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.